بعد أن أنقذ ليزا وأدولفو، يعاود سيباستيان الهرب من الشرطة التي ما زالت تلاحقه وتلاحق بيل. وكان سيباستيان قد اختبأ في قبو، حيث فاجأه أحد اللصوص يحمل كيسا مليئا بالدراهم حصل عليه بعد أن سطى على أحد المصارف، واحتجز اللص سيباستيان حتى لا يخبر أحدا. واستطاع سيباستيان الهرب من القبو ومن اللص، ونجح بذلك قبل حضور دورية الشرطة، ويصل إلى البحر. مرحبا. الأمر من هذا؟ ما هذا الحيوان العجيب؟ أيها الولد الغريب، هاي فليت تعال. ما هذا؟ هل هو لك؟ نعم، إنه صديقي، اسمه بال. صديق؟ فليت، أنا خائف. تخاف؟ هل هو أليف؟ نعم. هل يطيعه الأطفال؟ نعم. أتريد أن تلعب معنا؟ نعم طبعا. هيا 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 هيا. أين هو؟ سيباستيان، تسبح جيدا. اعتدت السباحة في البحيرة، لكنني أفضل البحر. لماذا لا تحاول الغوص؟ أنا الوحيد الذي يستطيع القيام بذلك. هناك كهف في الأسفل، تستطيع رؤيته إذا غصت في العمق. ما الأمر؟ لست مضطرا للغوص، أنا الوحيد الذي يستطيع القيام بذلك هنا. لماذا لا تتوقف؟ لا بأس يا بال، لا تخف، سأكون بخير. هو البطل، سيكون بالمحاولة. عظيم عظيم يا فليت، عظيم 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 يا فليت. قفزة جميلة. هو لقد نجح. ايه عظيم عظيم. ايه عظيم عظيم. إيه؟ دورك الآن. ما بك يا سيباستيان؟ هيا سيباستيان. لا تقلق يا بال.
أيها الأولاد، قلت لكم ألا تلعبوا هنا، ألا تفهمون؟ لنهرب من هنا. نهرب من هنا. نهرب من هنا. توقفوا، لا يمكنكم الهرب. هل تسمعون؟ فليت، اخرج. لماذا أجبرت الولد على القيام بهذا العمل؟ ستندم على ذلك. سوف أعاقبك بشدة، أفهمت؟ هل أنتم مستعدون؟ سوف أبدأ. وأنت؟ 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 فليت، قف جالسا. اسمع، سأخبر والدك إن غطست هنا ثانية. أردت فقط أن أريك كيف أخطف. أردت فقط أن أريك. حسنا، ليذهب الجميع إلى منازلهم. أردنا أن نلعب هنا. على الأكبر سنا أن يعتني بأصدقائه. مسؤوليتك أن تحافظ على سلامتهم. روزيتا، لقد فهمت، لقد فهمت. ونحن أيضا. إنه لا يفهم شيئا ويتصرف كالأطفال. شكرا جزيلا لك. لم أشاهدك هنا من قبل. ما هو اسمك؟ أنا سيباستيان. كوتشي بيل. ما ستفعل؟ أحضر الأسماك واتبعني. أسرع. حاضر. ضع السمكة هناك وادخل. حاضر. مرحبا سيدي. مرحبا سيدي. هل أنت صياد أسماك؟ كم هي جميلة. أخبرني، لما هذه يا سيدي؟ ستخيف الكل إذا نبحت هكذا يا فوتشي. أنا آسف يا سيدي. فوتشي يحب اللعب قليلا. سيدي، أعذرني.
أخبريني يا روزيتا، فيليب لا يحبني، أليس كذلك؟ لا أعتقد ذلك. لكنه لا يكلمني أبدا، لماذا؟ أنا آسفة، إنه هكذا مع أطفال القرية أيضا. لماذا لا يخاطب أحد؟ كان لدي أخ اسمه أنطونيو، كان شقيا ويشبهك تماما. جدي كان يحبه كثيرا. منذ زمن أخذته الأمواج بعيدا أثناء العاصفة. بعيدا؟ أين؟ هناك حيث كنت تغوص اليوم. حاول جدي مساعدته لكنه وصل متأخرا وذهب أنطونيو إلى الأبد. ومنذ ذلك الحين لا يفعل جدي شيئا ولا يتكلم، حتى أنه لا يضحك. في مثل هذا الوقت من النهار يذهب إلى الشاطئ وينتظر عودة أنطونيو. حتى أولاد القرية توقفوا عن زيارته حديثا ولم يعودوا يكترثون به. تقصدين نفليت والآخرين؟ أصبح الأمر موحشا هنا. تمنيت أن يساعد بلقياك لكن للأسف. تعال أدخل. حاضر، هيا بنا يا بال. سأصطاد سمكا كثيرا. اجلس وراقب. أتعتقد أنه لا يمكنني صيد السمك؟ انتظر وسترى. كنت بارعا بالصيد في البحيرة. البحر ما هو إلا سيد البحيرة. ما الأمر يا بال؟ أمسكتها. أنا فشلتني كثيرا. لابد أنها سمكة كبيرة. اسحب يا بال. اسحبني أكثر. تمسك يا بال. هيا اسحب أيضا بسرعة. هيا السمكة أخذت الطعم. اسحبني أكثر. هيا أكثر. هيا بسرعة.
مرحبا، هل أنت لوحدك يا جدي؟ إلى أين ذهب سيباستيان؟ اليصطاد؟ أنا توقفت عن الغوص اليوم حتى أولاد القرية. ابتدأ الريح في الجو وأصبح الأمر صعبا، سيكون الأمر فظيعا عندما يأتي المد. ماذا يفعل سيباستيان؟ لقد تأخر كثيرا. النجدة، ساعدوني، النجدة. توقف بيل، عد بيل، إلى أين أنت ذاهب؟ عد يا بيل، سوف تغرق. عد يا بيل، عد يا بيل، إلى أين أنت ذاهب؟ عد. هذا النباح. بيل، ما الأمر يا بيل؟ أين سيباستيان؟ جدي، جدي، سيباستيان، سيباستيان. نجدة! النجدة! ها هو جدي، ها هو. لوزيتا، فيليب، ساعدني. النجدة، ساعدني يا فيليب. ساعدوني. أنطونيا، جدي، كلا، لم تصعد إلى القارب منذ زمن بعيد. سأذهب أنا. أنطونيا، هاي فيليب، أقفز بسرعة، أقفز بسرعة، لا تخف، أقفز. هل تشعر بالدفء؟ نعم، أنا بخير. أنا سعيدة.
أنا مدين بذلك لفيليب الذي أنقذني، لكنه بدا غاضبا عندما جاء لمساعدتي. هل كان غاضبا؟ لا، ولكنه لم يستطع مساعدة أنطونيو، فكان يريد مساعدتك بكل قواه. أنا سعيدة، سيتحسن جدي هذه المرة وربما عاد إلى حياته الطبيعية. أنا سعيدة. فيليب، شكرا لك يا فيليب. هل فهمت رهبة البحر يا سيباستيان؟ إياك أن تجازف مرة ثانية، إنه يغضب فجأة ويهدأ فجأة. إنه مثلك يا فيليب. البحر هادئ جدا الآن يا سيباستيان. سأذهب لصيد الأسماك في الليل. هل سئمت البحر الآن؟ هل ستأخذني معك أيضا يوبي؟ لنأخذ فليت والآخرين أيضا، ما رأيك؟ وهكذا عاد فيليب إلى سابق عهده. عاد يستقبل الأولاد ويدعوهم لمرافقته في صيد السمك. عندما تعرض سيباستيان للغرق في البحيرة، انطلق فيليب العجوز لمساعدته وانتشاله. وعاد فيليب إلى سابق عهده يستقبل الأولاد ويدعوهم لمرافقته في صيد السمك. إلا أن حنين سيباستيان لرؤية والدته والتعرف إليها كان يدفعه دوما للوصول إليها بسرعة. وهكذا انطلق في الطبيعة الجميلة نحو جبال سييرا نيفادا. أتساءل ماذا يفعل جدي وأنجلينا الآن؟ ما الأمر؟ متى صعدت إلى فوق يا بوتشي؟ سفينة. لنقترب منها يا بال. مرحبا، هل يوجد أحد؟ يبدو أنه لا يوجد أحد. إذن هيا بنا، لا بأس يا بال، هيا. لندخل. لندخل. إنه مقفل. هل تستطيع الصعود يا بال؟ حسنا، قررنا أن ننام هنا الليلة يا بال.
ما الأمر يا بال؟ كن هادئا. أسرعوا. نعم. ماذا حصل؟ كن هادئا يا بال. انتبهوا، إنها للبيع. نعم أنا آسف. لقد انتهينا أيها القبطان. حسنا، المسؤول سيلقانا هنا. اعملوا بجد وستحصلون على المال الكافي. سنفقد كل ما عملناه إذا ما اكتشفونا. يخدع على كل من يقترب منا ولا تدعوا أحدا يقترب منكم. نعم سيدي. نهلا. نحن جاهزون للإبحار. حسنا، هيا لنبحر. لقد ابتدأت تتحرك يا إلهي. لا أستطيع القفز. بال. أحسنت يا بال. كدت أفقد الأمل يا بال. أحدهم قادم. شيء أبيض. لقد ابتعدنا كثير عن الشاطئ يا بال. يجب أن نفعل شيئا وإلا سيأخذون. ماذا يجب أن نفعل؟ تعال يا بال. هل رأيت شيئا غريبا؟ نعم شيئا أبيض. هل هناك أحد؟ لا أحد، لقد تأكدنا، أليس كذلك يا بريل؟ نعم. إذا وجدتم أحدا ما لا أدري ماذا أفعل به. اجلس. جميل. هذا لا شيء. أنت قبطان ماهر حقا. زرعت الأرض جوسة عندما استوليت على هذه السفينة. كانت معركة شرسة. زرعت الأرض بالجوسة. قد يكونون تحولوا إلى أشباح وسيظهرون أمامنا. أشباح؟ أجل، هناك قول عن السفينة الشبح أيها الرجال. انظروا. يا ويلي أشباح. انتظرا. سفينة الشبح، أتعتقد أن هذا صحيح؟ على كل حال يجب أن نجد طريقة للخروج من هذه السفينة.
استيقظ يا صوت. رأسي مثقلة. أرجوك انهض. أشكر. الشبح، لقد ظهر الشبح. ماذا؟ قلت الشبح؟ الآن هناك شيء أبيض على النافذة. لا يمكن. وثانية. عودوا إلى المرفأ، إذا لم تفعلوا سأظهر عليكم. دعوني أذهب. لا تتركني لوحدي يا ويلي. لا تبعدني. أرجوك لا تتركني لوحدي. انظر إنه هناك. ويلي. يا ويلي الشبح. يا ويلي. هيا اسرعوا إلى المرفأ. أيها القبطان. النجدة أيها القبطان. ماذا جرى يا فريم؟ ما الأمر؟ النجدة أرجوك. ماذا جرى لك يا صوت؟ ها؟ أيها القبطان. تمهل يا صوت، تمهل. شبح. لقد ظهر أيها القبطان. ماذا؟ لقد ظهر الشبح. شبح. غير معقول. لقد رأيته بعيني خارج النافذة. القرين البار. ظهر الشبح. ألم يكن مجرد تحديد؟ سمعت الصوت عليكم. قال عودوا إلى المرفأ. لا أستطيع تحمل ذلك. أسرعوا إلى المرفأ. لا تعجب هذه السفينة منذ البداية. عودوا إلى المرفأ، أسرعوا. عودوا بسرعة. عودوا. عودوا إلى المرفأ، أسرعوا. توقف. توقف. من أنت؟ من أنت أيها الشبح؟ لا تقترب مني، سوف أطلق النار عليك. سنح يا بال، ابتعد. من أنت؟ أنت الشبح، ها؟ فهمت، لقد أخفتنا. انزل إلى هنا أيها الصبي، انزل إلى هنا فورا. من هذا؟ انزل إلى هنا، قلت لك لن تستطيع الإفلات من أيدينا. لا تخف يا فوتشي، أنا ماهر بالتسلق. أتساءل أين بال؟ لا تأتي إلى هنا يا بال. قلت لك ألا تأتي. أنت أيها الصبي، بريم، تعال إلى هنا، لا يوجد أشباح. تعال بسرعة.
أقدم لكما الشبح الذي أخافكما. نهض أيها الشقين. كماندا أنزلوهم. حاضر حاضر يا سيدي. إنها النهاية أيها الشبح المزيف. أنت كالفأر في المكتبة، سننال بك الآن. اهرب يا بال، اهرب. يا بال، لا تتحرك. هذا خطر يا بال، ارجع ارجع. إلى الرافعة. هيا هيا. بسرعة هيا. حاضر حاضر. لقد قربت نهايتك أيها الشبح. ماذا ستفعل بنا؟ طالما عرفتم سر السفينة ستدفعون الثمن. شكرا لأنك أخذتنا، سأنتقم منك. أيها الرجال، في هذه المناسبة سنشرب جميعا المرطبات. اشربوا. أنا أريد أن تشرب أنت أيضا. أخرجوني من هنا، أخرجوني. نستمتع قليلا، سوف أرميك إلى البحر حيث أسماك القرش. فكرة جيدة، ستسر أنت.
أحلم. أنجدوني، دعني. كيف تشعر الآن؟ بل كلب قوي. فاهم؟ ارفع هذا الكلب عني، سأفعل ما تريده. أسرع أرجوك، أبعده عني. هيا. تذكر أنك ستدفع ثمن ذلك غاليا أيها الشقي. حسنا، لنرجع إلى المرفأ يا بال. أرى القبطان الآن. لنعد إلى المرفأ. أرى البحر الآن. تعال يا بال، تعال. ماذا تفعل لهذا؟ ستتحطم الباخرة. انتبه. لا أعرف كيف أوقف هذه السفينة. سنصطدم بالحائط. نجدة. لقد توقفت أخيرا. ينجدونا. قيادة السفينة صعبة. هي أنتم ماذا تفعلون فوق؟ أنا يا سيدي قبطان هذه السفينة، لقد حجزونا هنا. أنت خالفت قانون المرفأ، كسرت الآلة، دخلت المرفأ دون إذن، مخالفات غير معدودة. انزل إلى هنا فورا. لم نفعل ذلك، هم قاموا بذلك، الصبي والكلب. لا تتحركوا.
سابق تصميم صعد سيباستيان وبيل إلى مركب للتهريب، وأصبحا في وضع خطر، لكنهما تمكنا من اللصوص وعادا إلى المرفأ. ولما لم يكن سيباستيان يعرف كيفية قيادة السفينة صدمها هنا وهناك وأحدث جلبة وضوضاء، وأرسلت الشرطة سيارة إلى المكان، لكن سيباستيان وبيل استطاعا الهرب بأمان. يبدو أن الأمور تسير بطريقة حسنة. ألبرت، هل التجهيزات لسفر المركب تسير بشكل متقن؟ نعم أيها المفتش رودريغيز، سنبدأ الرحيل خلال 3 ساعات. آمل أن تكون رحلة ممتعة وشيقة. تهانينا، مناسبة سعيدة أن يصادف يوم الانطلاقة الأولى مع يوم بدء حالة على التقاعد. آمل خيرا. حياتك الجديدة ورحلة لينا أعتقد أنهما سيكونان الأجمل معا. أنا محظوظ لإنهاء خدماتي كمفتش للشرطة في يوم جميل كهذا اليوم. بالمناسبة، أين سيدة هذا الاحتفال؟ لا أراها هنا. إنها تجرب ثوبا جديد. اذهب وشاهدها، قد تبدو رائعة الجمال وهي ترتدي. يبدو أن هناك احتفالا. هذا اليوم جميل. مرحبا يا سيدة الاحتفال. رودريغيز، أهلا أيها المفتش. لينا أنت سيدة رائعة، كبرت أثناء بعدنا عن بعض يا لينا. كم أنت جميلة يا فتاتي، ومزاجك أيضا. اختفت الآن الفتاة دائمة البكاء وحل مكانها فتاة مرحة. أنا اليوم ذاهبة إلى أفريقيا على متن لينا. أليس هذا جميلا؟ أتمنى لو أستطيع الذهاب معك يا لينا. لما لا تفعل؟ سوف نتمتع بهذه الرحلة. أنا آسف، فبالرغم من أن اليوم هو آخر نهار عمل لي، فلدي الكثير لأقوم به لتسليم الأعمال. لابد أن شيئا حدث. كل شيء سيكون حسنا إذا لم يحصل شيء حتى المساء. أتمنى أن لا تكون مسألة جدية. حضرة المفتش، مسألة جدية. ما هي هذه المسألة الجدية؟ أيها المفتش، لقد اعتقلنا المهربين في المرفأ الآن يا سيدي، وهم محتجزون في شبكة السفينة. حسنا، إنها قضية مهمة. هذا صحيح يا حضرة المفتش، لقد صدرنا جميع أسلحة المهربين يا سيدي. أنا محظوظ حتى آخر لحظة على ما أعتقد. لكن هناك شيء غريب. ماذا حصل؟ في الحقيقة الذي اعتقل المهربين لم يكن من الشرطة، بل ماذا؟ قالوا إنهم اعتقلوا من قبل صبي وكلب كان في الباخرة. صبي وكلب؟ كلب وصبي؟ لابد إنهما بيل وسيباستيان. أنيسالينا توقفي. لينا تمهلي قليلا. بيل وسيباستيان. رودريغيز، تعال إلى هنا من فضلك. أنا قادم. بيل، إنه اسم الكلب المطلوب من الشرطة الفرنسية. ترى ماذا يفعله في هذا المرفأ بالذات؟ إلى المرفأ بسرعة. حاضر أنسة. لينا توقفي، قد يكونان غيرهما. توقفي. لا، بل هناك سيارة الشرطة. بوتشي، اهدأ يا بوتشي. انزل بوتشي. توقف يا بوتشي. من هنا
حسن. سيارة الشرطة مرة أخرى. لنجد مكانا نختبئ فيه. يا إلهي يا إلهي، إنها شرطة. لا يا بال، اتركني، سوف يجدوننا، الشرطة ستعتقلنا. اتركني يا بال، اتركني، ما بك، اتركني. سيباستيان، هذه أنا. لينا، هذه أنت يا لينا؟ إذا إن كنت فعلا سيباستيان. بوتشي بوتشي بوتشي، أنا سعيدة جدا، تبدو بخير. لماذا أنت هنا يا لينا؟ اصعد إلى السيارة، هيا يا سيباستيان. أرجوك خذنا إلى مكان خال من الناس. لكن يا أنسة لينا، الاحتفال سيبدأ بعد 3 ساعات. أعرف، سأعود حتما إلى الاحتفال. أرجوك هيا بنا. لكن السيد ألبرت سوف... لا بأس، سأهتم بأمره. هيا. حسنا. إنهم أصدقائي. فهمت. لكن هل أنت متأكد أنه الكلب والصبي يا ألبرت؟ نعم يا رودريغيز، بيل وسيباستيان عادا إلى لينا صحتها. أخبرنا ماذا حصل. الصبي والكلب دخلا القرية هربا من الشرطة، بينما كانت لينا تحاول استرداد عافيتها. لينا آوتهم. عندما أصيبت لينا بوعكة، ذهب بيل وسيباستيان بحثا عن الطبيب، وأحضراه، خاطرا بحريتهما وحياتهما من أجلها. الآن أصبحت لينا بصحة جيدة. حسنا، لكن هذا لا يغير من تعليمات البوليس الفرنسي. إنه الواجب بين الدول ويجب احترامه وعدم الخلل به يا سيد ألبرت. حضرة المفتش، يبدو أن الصبي والكلب ما زالا مختبئين في الجوار. لا تقلق، سوف نعتقلهما قريبا. سيكون هناك جائزتان كبيرتان لك في آخر يوم من رئاسة. جيد، لكن لا تنسى أن تجد لينا. الاحتفال لن يبدأ ما لم تكن سيدة الاحتفال موجودة لتعطي الإشارة. لا تقلق على هذا الأمر أيضا، سأهتم أنا بالأمر. ما أجملها. هذه السفينة تخص السيد ألبرت؟ نعم، سوف تحمل بضائع وترحل بها إلى أفريقيا. أتساءل كيف هي أفريقيا؟ فيلة وزرافات، أسود وحيد قرن، كلها تعيش بسعادة هناك. ليتني أزورها. إنها أول مرة أسافر فيها إلى هناك. لو نستطيع الذهاب معا. أريد انتقاء الفيل، يقال إنه بهذا الحجم. إنه أكبر من هذا، أبي أقترن بذلك. ماذا؟ إذا بهذا الحجم أكبر من بال بعدة مرات. نعم، أكبر بكثير، أكبر بكثير. هذا فظيع. لقد تغيرت، ألا تعتقد ذلك؟ نعم، لكنك ما زلت أنت. أنا بصحة جيدة الآن. أكلت الكثير من الأطعمة ولعبت كثيرا منذ ذلك الحين.
لهذا السبب أنا بصحة جيدة. انظر، أستطيع الركض. هيا يا بال، لنلعب معها. يوسي، هل أنت بخير يا لينا؟ يوسي طبعا، انظر. يوسي أنا سلينا، أنا سلينا، أنا سلينا. لم يبق لدينا وقت، يجب أن أعود إلى السيد ألبرت. تفضلي يا لينا. شكرا لك يا سباستيان، رائحتها جميلة. ما الأمر يا سباستيان؟ صحيح. لينا، أنت فعلا بصحة جيدة، ما زلت بخير بعد الرقص. أنت فعلا بخير يا لينا. أنت على حق، وأنا مدينة لك ولبال وفوتسي، لقد أصبحت بصحة جيدة. يقول الدكتور كارلوس إنني بخير الآن. لينا أصبحت بعافية جيدة. لينا بخير. هبلا سباستيان، أخبرني عن الجبل حيث كنت تعيش. جبال البيرينيه هي أجمل الجبال، وعواصف الثلج قاسية أيضا. في الربيع تنبت أزهار كثيرة والعصافير والسنجاب، وهناك الكثير من الأسماك. وأثناء الصيف يوجد سحاب أبيض فوق الجبال. حقا؟ التقيت بال هناك؟ نعم، لكن بال كان مطاردا من الناس لأنهم يعتبرونه شريرا فقط بسبب حجمه. إنه فعلا كلب لطيف. لأنه كان مطاردا هرب بال إلى التلال، التقيت به هناك. عرفت أن بال كلب لطيف من النظرة الأولى، لأنه يملك عينين لطيفتين. لكن قائد الشرطة والقرويين قالوا أن بال كلب شرير. وحده جدي تفهم الوضع، قال إن كلاب البيرينيه هي كلاب لطيفة. ذات يوم أخبرني عن والدتي وكيف وجدها. قال إنها ما زالت حية، وهي موجودة في أقصى الجنوب في سييرا نيفادا. لهذا السبب قررت الذهاب في هذه الرحلة، وقطعت الحدود مع بال. أنجلينا التي تولت تربيتي مكان أمي كانت تقلق علي كثيرا، لكنني قطعت الحدود. بعد أن قطعنا الحدود مررنا بتجارب متعددة، منها رهيب أيضا. أشخاص حاولوا الإمساك ببال، والبوليس طاردنا أيضا. مررت بأوقات عصيبة يا سباستيان. كلا، تعرفت على أشخاص طيبين وأصبحنا أصدقاء، والتقيت بك أيضا. لم تكن أوقاتا عصيبة. أنا متأكدة أنك سوف تلتقي بوالدتك. نعم، سوف ألتقيها فعلا. هذا ما أتمناه من صميم قلبي. سيدي الأنسة لينا،
أطلق الصفارة من فضلك أيها القبطان. الاحتفال سيبدأ الآن يا سباستيان. هل أنت مضطرة للذهاب؟ نعم، الاحتفال لن يبدأ ما لم أكن هناك، لكن لقد فات الأوان. أبي لابد أنه قلق الآن. نعم أجل. لا تقلقي يا لينا. ماذا؟ هيا اصعدي، بل يركض بسرعة. ماذا؟ هيا اسرعي انطقي. نعم حسنا. بل هيا بنا. أرأيتي إنه سريع؟ نعم نعم. إنه سريع جدا، سأصل في الوقت المناسب. أرأيتي إنه سريع؟ نعم نعم. أرجوك أن تأتي معي أيها المفتش رودريغيز. هل هذا هو المكان؟ نعم إنه هو. أين ذهبوا؟ في هذه الحالة يجب أن نؤجل الاحتفال. حسنا، آخر يوم لي في المنصب سيكون أسوأ يوم يعني. انظر سيد ألبرت، إنها الأنسة لينا. ماذا؟ لينا. كنت قلقا عليك يا لينا. أنا بيل وسبستيان. أنا آسفة يا والدي لأنني تأخرت. إنه بخير. حسنا يا لينا. أيها المفتش، لا تكن عصبيا. جميع الطرق مقفلة، لا يوجد طريقة للخروج من هذا المنفى إلا على متن هذه السفينة. حسنا، يبدو أن كل شيء جاهز. طبعا هديتان للمفتش في يوم تقاعده. ما هذا؟ آسفة يا أبي، نسيت أحضار صندوق ملابسي. صندوق ثقيل جدا، يا له من صندوق. حسنا، لنشحنها بسرعة. أنزلوا الرافعة، لا نريد أن نتأخر. انزلوا. يجب أن تتوقف عن العطس يا بوتي، هل فهمت؟ لا. هيا. هذا غريب، هذا الصندوق. سأذهب وأتحقق منه. انتظر، سأقوم أنا بذلك. ماذا؟ سأقوم بآخر عمل بنفسي. يسعدني ذلك. يجب أن نقلل التهذيب مع الآنسة. انتظر أنت هنا. حاضر سيدي. هيا ارفعوا. لينا،
ما هذا؟ سيباستيان؟ هل وجدت؟ لا شيء، كل شيء طبيعي. ارفعوا. لينا ثياب رائعة، يجب أن لا تنسي ثوبا كهذا في مناسبة هامة كهذه أيتها السيدة. شكرا لك أيها المفتش. حسنا، أنا وقت الرحيل يا لينا. مع السلامة. إلى اللقاء. هل ستتركين بيل وسيباستيان ينزلان عند المرفأ القادم؟ نعم، سينزلان عندما نصل المرفأ القادم. أنت فتاة سيئة، لما لا تدعين أصدقائك يخرجون؟ المكان ضيق في الصندوق حبيبتي. نعم، يسعدني ذلك. لا بأس يا سيباستيان. شكرا لك. يا له من مركب كبير وجميل. تعال. إنه كالحلم، أنا وسيباستيان على هذا المركب. نعم، أنا سعيد لأنك تقفين أمامي، بل أيضا سعيد جدا. أنا أيضا سعيدة. سوف تنزل عند المرفأ الثاني للتفتيش عن أمي. نعم، لكنني سأعود لرؤيتك بعد أن أجد أمي. لا تقلقي، سوف نلتقي. لقد التقينا هكذا، إذا سنلتقي ثانية. لا تكوني تعيسة. نعم، أنا متأكدة. باستطاعة سيباستيان تمضية أوقات سعيدة مع لينا، لكنه لا يستطيع البقاء على القارب إلى الأبد. سيباستيان ابتدأ بإكمال رحلته ثانية إلى الجنوب حيث هي والدته. سيباستيان وبيل التقيا لينا أثناء مطاردة البوليس لهما في مرفأ المدينة. التقى سيباستيان وبيل ولينا مجددا وقد أصبحت بصحة جيدة. حاولت مساعدتهما على السفينة عندما كانا في مأزق. وبمساعدة مفوض الشرطة اللطيف استطاعا مغادرة المرفأ بأمان. وبعد أن شكر لينا للطافتها ومفوض الشرطة لمساعدته إياه، وعد سيباستيان لينا بالعودة ثانية وتابع رحلته مجددا. ستهب عاصفة. يا أمي،
لنحاول الاحتماء في هذا القصر يا بال. إلى أين أنتم ذاهبون في هذا المطر؟ نحاول الاحتماء في هذا القصر. هذا القصر؟ تستطيعون الاحتماء في أي مكان آخر. الأفضل أن تبقوا بعيدا. لماذا؟ يقال إن هناك شبحا يسكنه. شبح؟ نعم، بعض شبان القرية واجهوا تجارب مخيفة فيه وجميعهم يتحاشونه منذ ذلك الوقت. صحيح. نحن لا نخاف الشبح وسنحتمي في القصر. لكنك مجرد ولد. لا تخاف، سنكون بخير. إلى اللقاء. يا له من ولد شجاع. إنه ثقيل جدا، لا أستطيع فتحه بسهولة. أخيرا. لقد أكفله الريح. لنحافظ على هدوءنا. تعال. بل أمر. هل هناك شيء؟ انتظرني يا بال. لا يوجد أحد. أنت تتخيل فقط. سأنظر إلى داخل الغرفة. انظر يا بال. سرير مذهل. شبح. ماذا؟ صورة. صحيح بال، هذه صورة. يبدو أن هذا السرير كان ينتظرني. على كل حال الشبح هو في فكرك. هذا القصر نظيف جدا لدرجة أننا نستطيع القول إن أحدهم كان يسكنه حتى البارحة، لكننا سنترك الضوء شاعلا. طابت ليلتك.
الشبح الشبح. لا أستطيع ترك بال لوحدي. أريد بال. لا تهرب، لقد اختفى. ها هو. لقد اختفى. هل نمت جيدا يا حضرة الشبح؟ ربما كان بإمكاني أن أكون الرابح لولا هذا الكلب الضخم الشرس. ماذا؟ كنت خائفا أليس كذلك؟ لم أمر بتجربة سيئة كهذه. لم أقصد التمادي هكذا، لكنك تصرفت تصرفا جيدا. جميعهم يهربون بسرعة. تقصد أنت تسكن هنا؟ أنا اسمي ريكاردو، سيد هذا القصر. أنا سيباستيان، هذا بال وبوتشي. إنهم أصدقائي. أصدقائك؟ بوتشي قال إنك صديقنا أيضا. حقا يا سيباستيان؟ سأخبرك بسر هذا القصر طالما أصبحنا أصدقاء. السر؟ نعم، هذا هو. الغرفة السرية. لا تفزعني. إنها لا تخيف بعد أن عرفت سرها. خدعة الشبح الطائر أسهل بكثير. انظر. كما ترى القصر كبير وكان يجب أن نفكر جيدا. يبدو أن العيش في القصر مثير. لقد نسيت. ماذا؟ أنت أيضا تعتني بالماعز؟ من الصعب العيش وحيدا، أليس كذلك؟ وحيدا؟ اتبعني، سأريك شيئا مثيرا.
اختفيت البارحة؟ هذا صحيح، اختبأت فوق. لا، غرفتي الخاصة. إنها جميلة ولا ينقصها شيء. جربه. ريكاردو، كنت دائما أتمنى مثل هذه الحياة الجميلة. باستطاعتك البقاء، موافق؟ إنني مسؤول برفقتك وبرفقة أصدقائك. لكن لابد أن يكون لك بيت. نعم، لدي بيت، إنه ليس بعيدا. إذن لمن هذا القصر؟ اعتدت العيش هناك منذ زمن بعيد، عندما كنت طفلا مع والدي. ريكاردو، السيد النبيل لا يطلب الكثير يا سيباستيان. أنا آسف يا ريكاردو، سأبقى هنا لبرهة. هل هذا يعجبك؟ هل هذا يعجبك؟ خذ هذا. واحدة لك وواحدة لبوتشي. لقد نفذ الزيت يا سيباستيان. ماذا ستفعل؟ سنحصل على الزيت من القرية. نعم، سوف نبتاعه. نستعيره، لا أريد أن يشاهدني أحد في القرية. تستعير؟ تقصد أنك ستتركه؟ ربما. كلا، لا يمكنك ذلك، كلا. لدي بعض المال، لا تخاف، لن نسرق شيئا. انتظر هنا يا سيباستيان. هل تذهب للتسوق؟ نريد لحما مقددا ومعلبات، هذا يكفي. نعم. ماذا تعتقد يا بات؟ لا أريد أن أسيء الظن به. بهذه القطعة الذهبية نستطيع شراء الكثير.
هلا نبدأ من هناك، هيا بنا. حسنا، هل رأيت ولدا غريبا هنا عمره حوالي 10 سنوات؟ لا يمر الكثير من الأشخاص في القرية. لا، لست أدري، لم أرى أحدا. إذا وجدتما اتصلا بنا، سنعطيكما جائزة قيمة. انتظر يا بال، سأعود قريبا. من أين أنت؟ أنا من قرية أخرى. إذا ماذا تريد أيها الصبي؟ هذا وهذا والزيت أيضا. أنت بحاجة للكثير من المال. هل هذا يكفي أيها السيد؟ خذ. طبعا هذا يكفي، ولكن من أين حصلت عليه؟ من أعطاك هذه؟ تكلم. إنها اسمع، أنت لا تشبه الأمير ولديك هذه القطعة الذهبية، وهذا يعني لم أرتكب أي عمل. أيها الصبي، أريد التحدث إليك. اتركني. الحقه. سباستيان. أنا آسف أيها الصبي، لقد اعتقدوك ولدا آخر. أخطأنا. لكنه كان يحمل هذه لريكاردو. أنت تعرف ريكاردو، أليس كذلك؟ ريكاردو أخذ هذه من المنزل، لا بد أنه يملك نقودا أكثر وكذلك مجوهرات. أنا لمونا وريكاردو هو أخي، ولم أره منذ مدة. حسنا. والدنا قلق كثيرا. أخبرني، أين ريكاردو؟ أرجوك ساعدني، أين أخي ريكاردو؟ أخبرنا الحقيقة وإلا. إذا لما لا تطلب من ريكاردو أن يعود إلى المنزل؟ لقد طال غيابه كثيرا. سأفعل. عظيم، أنا سعيدة جدا، أرجوك أن تفعل. سأحاول. هيا بنا. سوف يهرب يا لامونا. اسكت، أتعتقد أنه باستطاعتك التغلب على الكلب؟ لنتبعه بهدوء. شاهدتك بواسطة المنطاد. أنت ملاحق من رجال الغرباء؟ ما الأمر؟ الأفضل أن تعود إلى المنزل يا ريكاردو. لقد رأيته، هذا الشيء الذي تخفيه في الطابق السفلي. ماذا؟ رأيته؟ إنهم قادمون. إنها ليست أختي. اتركوني. ريكاردو، أنجدني يا سباستيان. ريكاردو. يا ولد. اتركوني. اهدأ، اسكت يا رونزو.
السيارة. روزو، لقد تعطلت السيارة. بل أين أنت؟ لقد انتهيت. لنكمل رحلتنا. سيباستيان حاول اللحاق بريكاردو الذي اختطفه الثلاثة وأدخلوه في الشاحنة، وتساءل سيباستيان أين يمكن أن يأخذوه، وابتدأ بيل مطاردتهم بواسطة حاسة الشم. واجه سيباستيان وبيل تجربة مخيفة في القصر المسكون، فالشبح كان ريكاردو الذي عرف عن نفسه بأنه سيد القصر، وكانت عصابة من اللصوص تطارده لاستعادة القطع الذهبية والمجوهرات التي أخفاها في القصر، وألقت القبض عليه، وبدأ سيباستيان وبيل بمطاردتهم. قولها. لا أريد، دعون وشأني. هذا صوت ريكاردو. اسكت. ريكاردو، الأفضل أن تأكل قليلا. ولد عنيد، سوف تموت جوعا. كل. توقف. دعه يتعذب قدر ما يشاء، سوف يموت جوعا. إنه غير مجبر على الأكل.
يا له من ولد يفخر بدمه النبيل. ريكاردو لا يأبه للعذاب والجوع. فعلا فعلا. ماذا تتأمل؟ لقد بدأ ينزف. سوف أضمده. الخادمة. أين روبيز البستاني؟ لقد طردا بناء للتعليمات التي أعطاها والدك قبل سفره، فلا يوجد أحد في المنزل غيرنا. هذا ما اعتقدته. جئت إلى منزلك مربية وانتظرت حتى يسافر والدي لتتصرفي كما تشائين. كان والدك مشغولا جدا فلن ينتبه إليك، بل بالعكس صدقني ووثق بي للعناية بالمنزل. عرفت أنك إنسانة غريبة منذ البداية. لامونا، ليس لدينا الوقت الكافي للتحدث. لقد بعنا كل ما هو ذات قيمة، ما تبقى هو الذهب والمجوهرات التي هي بحوزتك. أين أخذتهم ريكاردو؟ لن أخبرك أبدا. لا أستطيع السيطرة على أخي الشرير أكثر كما تعرف. اتركني اتركني. سباستيان؟ يبدو أنه كان يتسلل إلى داخل السيارة. الآن فهمت ما كنت تحاول القيام به يا ريكاردو. أنا آسف لأنني شككت بأمرك. قصة محزنة. لديك صديق لطيف يا ريكاردو، ألا تمانع لو أذيناه؟ لا تخبرهم أبدا يا ريكاردو. أنا بخير، سوف يأتي بال ويساعدنا قريبا. قاوم. رونزو تصرف. توقف، اتركه. هل أنت مستعد لإخبارنا؟ لا تفعل يا ريكاردو. سأخبركم، لا تؤذوا سيباستيان. إنها في القصر. في القصر؟ هل خبأتها هناك؟ نعم، كان باستطاعتنا رؤية القصر من القرية حيث كنت. ماذا نفعل؟ كولون، جهز السيارة بسرعة، سنذهب في الحال. حسنا، ولكن يا لمونة، سمعت أن هناك شبحا في القصر. خذ هذه. ماذا يجب أن أفعل؟ أفضل الذهاب مع أحد آخر. لا تكن سخيفا واذهب. حسنا، سخيف. إنه لا يفهم، الشبح هو أنت. فعلت ذلك لكي تبعد الناس، أليس كذلك يا ريكاردو؟ لا يمكنك أن تخفي هذا عن لمونة. أنت فعلا من عائلة تورلس. أبوك سيفخر بك عندما سيعلم بما تقوم به. تتأسفين عندما يعود والدي من السفر يا لمونة، تتأسفين. ربما بعد سنة طبعا. بالمناسبة خذ هذه، كان هناك رسائل من والدك كل يوم. ها هي، إنها كثيرة، أليس كذلك؟ انتظر وسترى. حظا سعيدا.
هل أصلحت السيارة؟ أين كولون؟ كيف لي أن أعرف بمكانه؟ أنت من وظفها وليس كذلك؟ أنا آسف لتأخري، كنت في الحمام. أسرع، هيا بنا. حاضر. ما الأمر؟ أعتقد أنني رأيت شيئا إلى جانب الطريق. ماذا تقصد؟ إنه كلب الصبي. ألم يكن خروفا أو شيئا آخر يا أورونزو؟ ربما. من دقيقة. ماذا؟ موتشي أسرع، هيا. لأنني ورطتك في هذه المشكلة. لا تستسلم أبدا، هذا ليس من طباعك. بل أوه بل سباستيان، ساعدني. حسنا. لقد نجحنا بفضل بال. شكرا يا بال. عندي دراجتان، هيا. ريكاردو، من الأفضل أن تخبر الشرطة بالأمر. فعلت ذلك عدة مرات، لكنهم لم يصدقوني لأن لامونا لم تترك أي إثباتات. أما الآن لا يمكن، لأن الشرطة تسعى وراءك ووراء بال لنحاول شيئا بأنفسنا نحن. أصبح الوقت ظهرا، لم يفت الأوان بعد. نعم، إنهم يستعملون السيارة. سباستيان، ما هذا؟ السيارة تعطلت معهم. أحمق، ماذا فعلت بها؟ عندما وقعنا العقد أخبرتكم أنني لست بارعا بإصلاح محركات السيارات يا أورونزو. لا أستطيع رؤية وجه الشخص الذي حرر العقد. أنت تتكلم كثيرا، انظر إلى هذه السحب، سوف تهب العاصفة، أسرعوا.
إنها معقدة جدا. حسنا، لنرى ما إذا كانت ستعمل. على كل حال كانوا أولادا تعاساء. هل أنت آسف لحالتهم؟ سيموتون جوعا إذا تركناهم لوحدهم يا أورونزو. لا تقلق، لابد أنهما في السماء الآن. ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ لا شيء. ماذا كنت تقصد يا أورونزو؟ قمت بخدعة لكي يحترقا. يا إلهي يا إلهي، أنت مجنون. لست مجنونا، لا داعي لترك أي إثباتات. هذا يكفي بالنسبة لي، دعني أنزل، هذا لم يكن في الاتفاق. لا تكن سخيفا، يجب أن تأتي معنا حتى النهاية، مفهوم؟ يا إلهي. لقد تأخرنا. أعرف كل شيء عن هذا القصر يا ريكاردو، لقد سكنت هنا معك. لما لا تخيفهم كما كنت تفعل؟ ما رأيك بالأمر؟ لكنهم ليسوا أطفالا. نستطيع القيام بذلك، نحن الوحيدان المسؤولان عن حماية القصر. هيا. لامونا، هذا المكان لا يعجبني. أنت تتصرف كولد. ابحثا في كل زاوية من فوق إلى تحت. إذا مات الأولاد فعلا يا أورونزو سيظهرون علينا كأشباح. يا إلهي. توقف، لا تتكلم هكذا، أنت تزعجني. يا إلهي. انظر انظر. ما هذا؟ ما كان ذلك؟ دع الأمر لي، اهتم أنت بي لمونة. حسنا. الباب لقد أرعبني. لابد أنها خدعة، لا يمكن وجود أشباح، هذا مستحيل. شبح ريكاردو. ماذا تقول؟
إنها النهاية. لا تخيفني يا كولون. ماذا فعلت؟ ماذا هناك؟ الطابق السفلي. إنها العلبة. دعها. رمزو، رمزو، تعال إلى هنا. ما هذا؟ توقفي توقفي. ريكاردو، أنت ما زلت حيا. لقد خدعتنا كفاية أيها الصبي، سأنال منك. سوف أريك، سأقتلك. هناك شبح حقيقي هذه المرة. أبي. توقف. أيها الخائن، يبدو أنك لست بالمربية الحسنة يا لمونة، كنت موضع شك منذ البداية. أنت طلب مني سيد تورليس أن أتحقق منك، يسعدني أن أرجع إليك المال الذي أعطيتني إياه يا لمونة. تبا لك، لقد عطلت السيارة أيضا، أليس كذلك؟ نعم، لهذا السبب وصلت في الوقت المناسب. شكرا كولون. هذا لا يقارن بالذي قام به ريكاردو، إنه ولد شجاع جدا. أبي. ريكاردو، لن أدعك أبدا في متاعبك هذه. لقد عدت يا أبي. لنعيش معا في هذا القصر بأمان وسعادة يا ريكاردو. لقد انتهى كل شيء، شكرا جزيلا. سأحاول عدم إزعاجك بعد الآن. لم أتي لهنا من أجل ذلك، جئت من أجل صبي ساعد في مشاكلك هذه يا سيدي. نعم. أين هو الآن؟ أين هو الآن؟ سيدي، سباستيان رحل منذ 3 أيام. يبدو أنني تأخرت يا سيدي. هل حصل شيء؟ لا شيء، لا أبدا.
لن يكونوا في الجوار طالما رحلوا منذ 3 أيام. آسف لإزعاجك. الأشباح لن تظهر أبدا في ذلك القصر. كان سيباستيان مليئا بالأمل، وهو متأكد أنه سيرى والدته كما حصل لريكاردو الذي قابل والده أخيرا.